عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتتفرجوا على الفيديو بتاع النهاردة. في فيديو النهاردة هقدم لكم مجموعة من النصايح اللي هتفيدكم جدا لو انتوا داخلين تالتة اعدادي. طبعا الفيديو بتاع النتيجة في ناس كتبت لي في الكومنتس عايزين يا فاطمة فيديو نعمل ايه لو احنا داخلين تالتة اعدادي، ازاي نذاكر المواد، ازاي ننظم وقتنا، تالتة اعدادي دي اخبارها ايه، سنة صعبة سنة سهلة، عايزين نعرف اكتر عن السنة. فانا ان شاء الله في فيديو النهارده هقول لكم بجد كل حاجه، يعني تجربتي كامله مع تالتة اعدادي بقى، ايه هي فعلا سنه صعبه ولا سنه سهله، ازاي كنت بنظم فيها وقتي. طبعا المجموع اللي انا جايباه يعني الحمد لله فيه، يعني انا عن نفسي شايفاه ان هو مجموع كويس، وفيه وكل الناس بتقولي ان درجتك حلوه. انا كنت جايبه 274، فاقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا درجات عاليه. كل الكلام ده هنتكلم فيه في فيديو النهارده. فيعني لو انتوا رايحين تالتة اعدادي بجد، يعني الفيديو ده هيبقى الجايد بتاعكم عشان تقفلوا وتجيبوا الدرجات اللي انتوا عايزينها. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. ودلوقتي يلا نبدأ. هنتكلم في اول نقطة في فيديو النهاردة واللي حابة انوه عنها. اصلا ليه ناس كتير بتخاف من تالتة اعدادي؟ انا بشوف اول حاجة ناس كتيرة بتعملها غلط، ان هي بتدي تالتة اعدادي حجم اكبر من حجمها الطبيعي بكتير جدا. يعني بحس ان تالتة اعدادي دي سنة شبيهة شوية لتالتة ثانوي، اكنها تدريب لتالتة ثانوي، في حاجة واحدة بس، ان الناس بتضغط فيها نفسها، بتحسوها ان هي كده سنة ضغطة. بس هي المواد بتاعتها سهلة جدا جدا جدا، كمادة علمية سهلة وبسيطة، وكلها بحسها سنة ممتعة كده. بس المشكلة ان في ناس بتديها شوية حجم اكبر من حجمها، عشان ناس بتبقى خايفة ما تجيبش مجموع ثانوي، او ما تجيبش مجموع تمرين، او مجموع الحاجة اللي هي يعني عايزة تدخلها، فبتبقى خايفة ومتوترة من اول السنة. والتوتر ده بيوديهم يعني في داهية، وبيضيع مجهودهم طول السنة عشان خاطر التوتر والخوف اللي ملوش اي لازمة. وعلى فكرة انا كنت خايفة في الترم الاول كده، وكنت مدية الموضوع حجم اكبر من حجمه خالص. بس في الترم التاني بقى عرفت النقطة دي وتفاديتها. ولو لاحظتوا حتى في فيديو النتيجة انا قلت لكم اللي انا جايبة في الترم التاني درجات اعلى من الترم الاولاني، بالرغم اني ما كنتش بذاكر في الترم الاولاني كتير، الترم التاني كتير زي الترم الاول. ليه؟ عشان انا كنت خايفة في الترم الاول وموترة نفسي. بس في الترم التاني فهمت ان السنة عادي، سنة عادية جدا يا فاطمة، ما توتريش نفسك. وبدأت اتصرف على هذا الاساس، فبناء على ده انا جبت درجات احسن من الترم الاولاني. فاول نصيحه معانا هي انكم ما توتروش نفسكم، وما تخوفوش نفسكم، ما تقولوش الامتحانات هتيجي صعبه، وما تقولوش مش هنعرف نجيب مجموع الحاجه اللي احنا عايزين ندخلها. لا صدقوني، المواد سهله والامتحانات سهله، وهتقدروا تجيبوا مجموع اي حاجه انتوا عايزينها. بقى اللي معانا بعد كده هي المواد الدراسية نفسها في تالتة اعدادي. هل هي صعبة عن تانية وأولى اعدادي، ولا أسهل، ولا ايه النظام؟ بصوا، من وجهة نظري أنا تالتة اعدادي المواد بتاعتها سهلة عن تانية اعدادي. يعني في ناس كتير تستغرب الموضوع ده، بس فعلا تالتة المنهج بتاعها أسهل من تانية. بس أولى أسهل منهم هما الاتنين يعني. بس احنا خلينا نقارنها بتانية دلوقتي. الناس اللي في تانية اعدادي وراحة تالتة، بالنسبه لكم مواد تانية اصعب من تالتة، تالتة هتبقى اسهل بالنسبه لكم. بس انتوا عشان انتوا هتحسوا بتالتة في ضغط، عشان مثلا ايه، المدرسين عايزين ترتيب محافظه، اهلكم عايزين ترتيب محافظه، مش عارفه اهلكم عايزين درجات عاليه، انتوا عايزين تجيبوا مثلا تجيبوا مجموع كبير، فكل ده بيحسسكم بالضغط، فبيحسسكم ان تالتة اصعب من تانية. بس والله بجد تالتة اعدادي اسهل من تانية واولى اعدادي بكتير جدا. حاسه الحاجه الوحيده اللي هتبقى صعبه عندكم في الترم الاول هي الدراسات، عشان هي محتاجه حفظ كتير في الترم الاول. هيبقى عندكم بقى طبعا الايه، الاقاليم المناخيه بتاعه العالم كله، عندكم التضاريس بتاعه العالم كله، فالموضوع ده ايه، الحفظ يعني مع الناس هيبقى الموضوع صعب شويه في الترم الاولاني بالنسبه للدراسات. انما بقيه المواد بتبقى سهله جدا. الترم التاني بقى اصعب ماده من وجهه نظري انا مش الدراسات بقى، الايه، الماس او الرياضيات. كانت صعبه في الترم التاني، وخصوصا بقى الايه، الهندسه عايزه شغل كتير من الترم التاني. ولو انت اصلا شخص عندك مشاكل بقى في الايه، في الهندسه، لان الهندسه فيها حاجات تراكمي، ابتدوا بقى اشتغلوا فيها بقى من دلوقتي من الصيف، عشان بجد الهندسه بتاعت الترم التاني بتاعت تالتة اعدادي فيها شغل كتير. هي مش صعبه، هي فيها شغل كتير، يعني كل درس مبني على الدرس اللي قبله. فلو انتوا وفيها حاجات مبنيه على قوانين قديمه وعلى حاجات قديمه احنا واخدينها في اولى وتانية. فلو انتوا واقع منكم شويه حاجات كده في الهندسه في اولى وتانية، ابتدوا اشتغلوا فيها من دلوقتي عشان تعرفوا تسلكوا في الهندسه بتاعه تالتة اعدادي بتاعه الترم التاني. انما بقى بقيه المواد في الترم الاول والترم التاني سهلين. يبقى اصعب ماده في الترم الاول هي الدراسات، عشان فيها بس شويه حفظ كتير.
والترم التاني زي ما قلت لكم الهندسه، عشان هي دروسها كتير والدروس مبنيه على بعض، فلو في درس انت ما فهمتوش في النص يبقى مش هتفهم كل الدروس الجايه. بعد كده يا جماعة هي انكم ما تاخدوش دروس في كل المواد، بجد دي اكبر غلطة الناس كلها بتعملها في تالتة اعدادي، هي انها بتاخد دروس في كل المواد. دي اولا حركة غبية جدا، لانكم هتبقى الاسبوع كله عندكم زحمة، دي الحاجة الاولانية، وهتضطروا تنزلوا يا كل يوم يا هيبقى عندكم مثلا يوم في الاسبوع او يومين في كذا درس، وده حاجة غلط. لان برضه هتكلم معاكم بقى في موضوع الدروس ده، ازاي تنظموا الدروس بتاعتكم، بس ايه شوية قدام في الفيديو. خلينا بقى في النقطة بتاعت دلوقتي، ان هي ايه ما تاخدوش دروس في كل المواد. اولا هتضيعوا وقت ومجهود كبير في المواصلات وفي السناتر ومع المدرسين وعلى الفاضي. في مدرسين كتيرة جدا على اليوتيوب بيشرحوا احسن بكتير من المدرسين الموجودين في السناتر او مثلا بتاخدوا معاهم دروس، فليه ادفع فلوس واضيع وقت واضيع مجهود وانا ممكن اسمع الدروس بتاعه تالتة اعدادي على اليوتيوب. وفي تقريبا كل المواد اللي ليها مدرس واثنين وثلاثة على اليوتيوب وشرحهم تحفة واحلى من بعض ومتابعين معاكم وزي الفل، فليه بقى تاخدوا دروس في كل المواد وتضيعوا وقت وفلوس؟ فاول حاجة، ودي غلطة بجد ما توقعوش فيها لانكم هترجعوا تندموا في اخر السنة، هي انكم ما تاخدوش دروس في كل المواد. خدوا في درس او اتنين اللي ما بتقدروش تذاكروهم مثلا على اليوتيوب او مش بتفهموهم يعني اونلاين. مثلا انا بالنسبه لي ما كنتش بقدر افهم بقى على اليوتيوب ايه الماس، فكنت باخده مع مدرس عادي في السنتر هنا. وما كنتش برضو بفهم شويه النحو، فايه كنت بروح مثلا بروح حصه نحو بس، مش باخد العربي كله، كمان كنت باخد حصه نحو بس مع مدرس عربي. ما خدتش اكتر من كده دروس طول السنه، ولا حتى حضرت مراجعات للمواد التانية، كله كنت معتمد على يوتيوب وعلى مذاكرتي يعني ايه مع نفسي. وهقول لكم بقى ان شاء الله شويه كده، او يعني ممكن حلقه تانية، ازاي كنت بذاكر كل ماده لوحدها وايه هم احسن المدرسين اللي تسمعوا معاهم في تالتة اعدادي. فيعني لو عايزين اكلمكم عن الموضوع ده برضو اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عنه. تانية بقى واللي ناس كتير برضو بتقع فيها، هي انكم لو بتاخدوا مثلا درسين او ثلاثة برضو ما تخلوهمش في نفس اليوم او ما تخلوهمش في ايام ورا بعضها. يعني ايه؟ خلوا في فاصل ما بين مثلا كل درس والتاني على الاقل ايه يوم. وبرضو ما تخلوش مواعيد الدروس بالليل قوي وما تخلوهاش الصبح بدري، لان بالليل قوي دي ما هتبقوش فاهمين ومش هتبقوا مركزين. والصبح بدري برضو ايه صعب انكم كل يوم تصحوا بدري، او مثلا في ناس ما بتركزش الصبح بدري، فاحسن حاجه خلوها في فتره الايه اللي هي العصر دي، اللي هي مثلا من 5 ل7، من 3 ل5. الفترة دي حلوة جدا، بحيث ان هي دي احسن وقت للدرس، وفي نفس الوقت مش هتضرب اليوم عندكم. يعني احسن فترة للدروس هي الفترة بتاعت العصر دي، بجد حلوة جدا. فحاولوا تخلوا دروسكم كلها من مواعيدها يعني ايه في فترة العصر. او مثلا لو انتوا عادي بتركزوا الصبح مش مشكلة، روحوا الدروس الصبح، بس انا من وجهة نظري خلوها في فترة العصر احسن حاجة. دي بقى يا جماعه انا قلت لكم انتوا ما تاخدوش كذا درس في نفس اليوم، عشان انتوا لو اتشرح لكم كذا درس في نفس اليوم في مواد مختلفه، المعلومات كلها تدخل في بعض، مش هتفهموا حاجه لا في الشرح هنا ولا اللي اتشرح في الدرس ده. كل المعلومات هتدخل على بعض، وصدقوني مش هتفهموا حاجه وهتتلخبطوا وهتحسوا بعدم تركيز كده، وفي نفس الوقت هتضغطوا. المشكله بتاعت تالتة اعدادي هي ان الناس لو مرتبتش دروسها صح من اول السنه بجد هتحسوا بضغطه فظيعه، وهتحسوا انكم مش فاهمين حاجه، وهتحسوا انكم تايهين وخايفين. فانتوا لو نظمتوا دروسكم صح من اول السنه وما خدتوش دروس كتير زي ما قلت لكم، بجد انتوا اضمن لكم انكم هتقفلوا لو ما وقعتوش في الغلطتين الاتنين دول. بقى يا جماعه الاهم في فيديو النهارده، وبجد اكبر غلطه انا عملتها في تالتة اعدادي وخصوصا بقى في الترم الاول لان انا اكتشفتها في الترم التاني، هي انكم حلوا اكتر ما بتذاكروا. لازم تحلوا اسئله كتير جدا اكتر من انكم تقعدوا تذاكروا الدرس مره واثنين وثلاثه وتقعدوا تقراوا. حل الاسئله هو اللي بيثبت المعلومه، هو اللي بيعرفكم على شكل السؤال اللي هيجيلكم في الامتحان، هو اللي هيخليكم تبقوا واثقين من نفسكم كده وانتوا داخلين في الامتحان، لانكم هتبقوا حالين اسئله كتير، فاكيد احتماليه انكم تشوفوا او تلاقوا اسئله من اللي انتوا حليتوها وانتوا مثلا بتذاكروا في الامتحان هتبقى كبيره. انما كل ما احنا نمسك الكتاب نقعد نقرا في الدرس ونعيد ونزيد فيه، خلاص احنا عارفين كل المعلومات وحافظين الحاجات اللي عايزه تتحفظ وعارفين كل حاجه، بس نيجي نحل ما بنعرفش نحل.
نيجي نخش الامتحان نلاقي نفسنا ايه مش عارفين نحل الاسئله بالرغم ان هي اسئله سهله، عشان انتوا ما اتدربتوش على الاسئله كفايه من اول السنه. فعشان كده من اول يوم في ثالثه اعدادي حلوا اسئله كتير اكتر ما تقعدوا تذاكروا في الدرس وتقراوا، لان اولا القراءه الكتيره دي والمراجعه الكتيره في الدرس هتنسيكم، ما تراجعوش الحاجه كتيره جدا على مدار السنه. يعني انا مثلا كنت ممكن اراجع المنهج 3 4 مرات، بس ده حاجه غلط، هي مره واحده مراجعه قراءه كفايه. خلوا مراجعتكم الكتير في حل الاسئله، حلوا اسئله كتيره جدا صدقوني والله والله هتقفلوا. انا في الترم التاني ادركت بقى الغلطه اللي كنت عاملاها في الترم الاول دي، وقعدت احل اسئله كتير اكتر من اللي انا يعني اراجع الماده قراءه. لقيت نفسي ان الاسئله كلها، كل الاسئله اللي انا حليتها لقيتها موجوده عندي في الامتحان. مفيش اسئله في الامتحان جايه معرفتهاش. هم مش هيخترعوا اسئله، هو مثلا ممكن يجيب لك سؤال مش موجود في الكتاب الخارجي بتاعك، فانت تطبع ملازم من بره، تحط انت اسئله لنفسك، تشوف اسئله بتاعت المستويات العليا وتحلها، الاسئله اللي هي بتاعت الوزاره، كل الحاجات دي تحلوها، مش شرط مثلا تطبعوها، ممكن بس تطلعوها من على الموبايل كده وتحلوها في ورقه خارجيه. او المهم انكم تحلوا اسئله كتير على قد ما تقدروا، لان ده بجد هي ده الفرق ما بين الطالب الشاطر والمتميز، هو حل الاسئله الكتير. لان زي ما قلت لكم هو ده اللي هيدربكم على الامتحان، تدريبك على الامتحان هو حل الاسئله، وهو اللي هيثبت لك المعلومه اللي انت بتذاكرها. يا جماعة بقى النصيحة اللي معانا بعد كده، وهي برضو حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، مش في تالتة اعدادي بس بقى، في كل المراحل الدراسية، وهي انكم بالله عليكم ما تذاكروش بالليل، وخصوصا بقى بعد الساعة 10. بعد الساعة 10 ده ناموا، ما تذاكروش خالص بالليل وما تسهروش عشان تذاكروا. انا كان في مصيبة بعملها تالتة اعدادي دي كلها، وخصوصا بقى الترم الاولاني اللي انا كنت بقعد مثلا اسهر لحد الساعة 3 الفجر عشان اذاكر. ودي حركة غبية جدا جدا جدا. اول حاجه على اخر الترم حسيت ان انا تعبانه جدا، ما عنديش طاقه، نسيت الحاجات اللي انا بذاكرها، كنت بقيت بنسى بشكل غبي، دماغي مش مركزه، على طول دايخه، على طول مصدعه. وده بسبب السهر، انك انت تخيل بقالنا مثلا 4 6 شهور انا بسهر لحد الساعه 3 الفجر، بنام الساعه 3 الفجر، فدي حركه وحشه جدا. بالله عليكم محدش يذاكر بعد الساعه 10. اول ما يدن العشاء صلوا العشاء، مثلا عايزين تاكلوا حاجة او مثلا تراجعوا على حاجة بسرعة وناموا وبس، واصحوا الصبح مع الفجر روحوا مع الفجر ذاكروا. ده احسن حاجة هتعملوها في حياتكم، وهتظبطوا، هتبقوا ظبطتوا نومكم وظبطتوا دماغكم، لان السهر بجد بيدمر المخ، وهتنسوا كل المعلومات اللي انتوا ذاكرتوها. يعني انا مثلا كان عندي اسباب ان انا بسهر بالليل، الا انا ما بحبش انا وانا بذاكر يبقى في حد بيتنفس جنبي، ودي برضو حاجة غلط. فالصبح انا مثلا تبقى مثلا حد عايز حاجه، حد بيرن عليا، مثلا اخواتي موجودين في البيت عاملين دوشه، انما بالليل بيبقى كله نايم، فانا بقعد مع نفسي كده اذاكر، ودي حركه غلط جدا. خلتني انسى الحاجات اللي انا بذاكرها، وكمان على اخر السنه مجهودي يعني مبقاش عندي مجهود ان انا اعمل اي حاجه. ولحد دلوقتي انا برضو حاسه ان انا بقى عندي صداع في دماغي، ما بقتش قادره افتكر كويس. فكل ده، كل المشاكل دي بسبب السهر. النصيحة اللي بعد كده يا جماعة هي انكم لو انتوا لا قدر الله معرفتوش تجيبوا المجموع اللي انتوا عايزينه في الترم الاول، ما تقعدوش بقى تقولوا مش هنذاكر، وانا زهقت اصلا، وانا مش هذاكر في الترم التاني، وانا كنت ذاكرت الترم الاولاني وعملت ما انا ما خدتش برضو الدرجات اللي انا عايزاها. بلاش بقى الحركات الغبيه دي، عشان اللي انتوا بتعملوه ده غباء، لانكم انتوا كده بتحبطوا اول حاجه من نفسكم، وتاني حاجه بتعترضوا على قضاء ربنا. هو ربنا بعت لكم خلاص، هو عايز لكم تجيبوا الدرجه دي، خلاص اعرفوا ان اللي ربنا بعته لكم ده احسن حاجه، وان بجد طالما انتوا ذاكرتوا وعملتوا اللي عليكم ما تزعلوش ايا كانت هي النتيجه، هو ادرى بمصلحتكم منكم. ربنا بيبعت لنا الحاجه اللي هو شايفها احسن لينا، يعني هو رحيم بينا اكتر من انفسنا، فانتوا فاهمين؟ هو ربنا هيبعت لك الدرجات اللي شايفك انك تستحقيها، واللي حتى لو انت شايفه انك تستحقي احسن من كده، لا ربنا هو مديكي ده، يبقى هو ده احسن حاجه ممكن تاخديه. فتمام. فخلاص مش مشكله. جبت درجة مش حلوة الترم الأولاني، ايه المشكلة؟ خلاص أنا هبدأ أخد بريك في فترة الأجازة بقى بتاعت نص السنة، وأبدأ تاني بقى من الترم التاني كأننا في سنة دراسية جديدة خالص، أجتهد أعرف ايه الغلطات اللي أنا عملتها في الترم الأول وأتفاداها في الترم التاني، هتلاقوا نفسكم جبتوا درجات أحسن بكتير من اللي كنتوا جايبينها في الترم الأول. إنما بقى تبقوا غبيين بقى وتقولوا مش هنذاكر وما تذاكروش وتبتدوا تراكموا وتعملوا كده وتستهتروا، يبقى هتجيبوا درجات سيئة جدا، وتبقى انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم.
كده يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. تالتة اعدادي يا جماعة والله سنة سهلة جدا، سنة ممتعة، سنة من اسهل واجمل السنين اللي هتعدوا بيها في حياتكم، وهتعرفكم يعني هتعلمكم حاجات كتيرة جدا، وهتطلعوا من السنة دي يعني حاجة، يعني هتحسوا انكم ايه مبسوطين كده، تجربة حلوة. يعني تالتة اعدادي كلها بجد تجربة جميلة جدا وهتستمتعوا بيها. واهم حاجة زي ما قلت لكم انكم ما تخافوش وما تدوهاش حجم اكبر من حجمها، عادي عيشوا حياتكم فيها طبيعي جدا زي ما انا قلت لكم. اهم حاجة ان انتوا تبالانس الوقت بتاعكم، تحددوا وقت لكل مهمة. لو انتم منظمين وقتكم صح من اول السنه يبقى عادي مفيش مشكله. انما عادي عيشوا حياتكم طبيعي، اخرجوا مع اصحابكم، اخرجوا مع اهلكم، عادي العبوا شويه، سيبوا المذاكره شويه، امسكوا الموبايل بتاعكم اتفرجوا. بس اهم حاجه انكم تدوا لكل مهمه وقتها. خلصوا مذاكرتكم الاول وبعد كده برضو رفهوا عن نفسكم، لان انتوا لو قعدتوا تذاكروا طول السنه هتزهقوا. كده يا جماعه هي دي كانت كل النصايح اللي ممكن اقدر اقدمها لكم بخصوص تالتة اعدادي، ودي كانت تجربتي معاها. طبعا انا كانت تجربتي معاها بقى طول السنه ايه، كنت طبعا بشارك معاكم كل حاجه تقريبا انا بعملها في ثالثه اعدادي. كل شويه بنزل لكم بقى ايه روتين مذاكرتي في ثالثه اعدادي، كنت بقول لكم بقى ايه، بشرح لكم بقى بالتفصيل انا بنظم وقتي ازاي، بذاكر كل ماده ازاي، نصايح بقى لكل ماده، نصايح لدروس معينه. كل الحاجات دي طبعا لو انتوا داخلين بقى ثالثه اعدادي اتفرجوا بقى على الايه الفيديوهات القديمه بتاعت الروتينات دي، برضو ان شاء الله هتستفادوا منها. كنت عامله لكم برضو كده كام فيديو نصايح للمذاكره، اتفرجوا عليهم برضو هيفيدوكم جدا. وبس كده ده كان فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير مع اصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. ولو دي اول مره تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. احنا خلاص يا جماعه داخلين على ال 3000 سبسكرايبر، فعايزين نكملهم قبل شهر يعني 8 ما يبدا، وطبعا ده مش هيتحقق غير بدعمكم. فاعملوا دلوقتي سبسكرايب للقناه واستنوني في فيديو جديد. باي.